نجدد التحية مباشرة من ملعب البشير في مدينة المحمدية لمتابعة مباراة الرجاء وشباب الرياضي السلمي عن الجولة الثامنة من الدوري الاحترافي لكرة القدم. المباراة التي تقام هنا في ملعب البشير حضور جماهيري قياسي كما إعادة مناصري الخضر. اليوم المباراة تعني لهم الشيء الكثير، الشغف هو والارتباط الجنوني بالنادي عبر التاريخ، تاريخ آخر اليوم محطة أخرى من تاريخ النسور الخضر في موسم قد يكون استثنائي في ظل تنافس رهيب بين مجموعة من النوادي للظفر بلقب البطولة الوطنية. اليوم الشباب الرياضي السلمي الفريق الطموح الذي يأمل لو فاز اليوم سيتجاوز حاجز ال 12 نقطة وسيعتلي أو سيتقدم للمركز الثاني في الترتيب العام للدوري الاحترافي انوي. تنافس كبير وكبير جدا. الرجاء اليوم بقيادة مونديل بن التايق وحمزة خبا والتشكيل الرسمي لنسور الخضر في مباراة تنطلق فادرتنا. قرار على حمزة خبا كمهاجم في هذه المباراة. نعلم جيدا قيمة حمزة، كرة من الطرف الأيمن لكن التدخل من دفاع الشباب الرياضي السلمي. زكريا حضرف الحكم يقول ما فيه ولا شيء. تتحول كرة من جديد، إمكانية للتسديد، كرة تسدد، إمكانية أولى في المباراة من محمد المكعازي. تمرير من الطرف الأيمن، كرة في منطقة الجزاء مرت من أمام غاية وتدخل محمد النيري والكرة في تماس لرجاء رياضي. جالس رمي بن التايق لحمزة خابا. بن التايق يلعب كورته في منطقة الجزاء والتغطية، ما زال الخطورة الرجاوية في القائمة الثاني والتغطية من دفاع الشباب الرياضي السلمي. إبعاد الخطورة، ضربة زاوية أخرى لنادي الرجاء الذي يحاول الوصول لمرمى الشمال عنوش، احتمال بتنفيذها يلعبها هذه المرة في القائمة الثانية لا في القائمة الأول من زكريا حضرف، لكن بعيدا عن مرمى الشمال عنوش بين الرجاء وشباب الرياضي السلمي. الصاد كان بالامكان افضل. نعم، هدف اول في المباراه للشباب الرياضي السلمي. كان خطا من طرف الحارس، في التغطيه، والشباب الرياضي السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء اليوم يلعب للشباب الرياضي السلمي، يختار وجهه المرمى ويتمكن من تسجيل الهدف الاول. واصبح النتيجه هدف للصفر. زريدة يمر يبحث عن تمرير الكره لواحد من رفقائه والحكم يتدخل للاعلان عن ضربه خطا لمصلحة الرجاء. زريدة الكرة الثابتة ربما من الحكم ويعدل النتيجة ويسجل هدف التعادل. نايري يسدد ممتازة جدا، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس شمال علوش. طريقة تسديد الكرة الثابتة لمحمد النايري. محمد المكعازي يلعب زكريا حضرف والتدخل من الحارس شمال علوش. يسري بزوق يلعب زكريا حضرف. التحول من الطرف الايسر والتدخل، ضربة جزاء يقول حكم المباراة. ضربة جزاء من حكم المباراة هشام التمسماني لنادي الرجاء. تداول الكرة من الطرف الايسر، نقل الخطورة وضربة جزاء في الدقيقة 22 من المباراة. محمد النايري في تنفيذ الجزاء. نايري سدد والهدف التعادل يعيد التوازن للمباراة يا سادة. هنا في المحمدية الرجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النايري. تفاعل جنوني مع المباراة هنا في مدينة المحمدية. النتيجة 1-1 ولا شيء حسم في مباراة شباب الرياضي السلمي والرجاء الرياضي. رجاء الذي في اول يسري ينقل الخطوره في منطقه الجزاء، امكانيه للتوغل والتدخل من دفاع شباب الرياضي السلمي. الرجاء يكسب ثقه، هدف يكسبها ثقه، هدف يجعل يدخل في المباراه بعدما واجه صعوبات بالغه في الدقائق الاولى منها. بطاقة يحسم محمد المكعازي، وصل الخابة يلعب زكريا لكن تدخل عادل الرحيلي والحكم يعود للخطأ. تنفيذ الخطأ ينقل الخطر. زريدة في منطقة الجزاء والتدخل ممتاز جدا للأمام لمحمد زريدة معزول وسط عدد من أبرز النوادي في البطولة الإيطالية. مصطفى الصاد الحكم يقول علوش، كرة في منطقة الجزاء، إمكانية وتدخل هشام ممتازة. الكرة من زريدة نحو حمزة خبا من الطرف الأيمن لشباب الرياضي السلمي، وصلوا على مصطفى الصاد في منطقة الجزاء. الحكم يطالب بمواصلة اللعب، ضربة مرمى للحارس غير مربح.
لكن ضاعت منه. ممتاز ديارة نحو مصطفى الصاد. مصطفى الصاد مرة أخرى في مواجهة دفاع الرجاء. مصطفى الصاد في مواجهة مرتدة للفريق وحمزة خاب يا خاب. كان بالإمكان وأن يكون هدف. كان بالإمكان وأن يكون هدف رجاوي عبر حمزة خاب. تألق الحارس ودفاع شباب الرياض الأول. تلعب كرة من مكعزي يلعبها في منطقة الجزاء لكن التدخل ما زال الخطورة. كرة من يسري يلعبها هذه المرة في القائمة الثاني بالراس كاد أن يكون الهدف وجاء الهدف وحان وقت الهدف. هدف رجاوي من كرة ثابتة هذه المرة ينجح في بلوغ المرمى. اعتلت الرؤوس الكرة اللي تتمكن من وضعها في مرمى الحارس هشام العلوش. تصبح النتيجة يا سادة هنا في المحمدية 2-1 فرحة سعادة لمناصري الخضر بثاني أهدافهم في هذه المباراة. للإعادة كرة ممتازة لعبها روجيولو في المرة الأولى ورجع مروان الهدف. ربما احتجاج على الحكم قد يكلف بطاقة وهي البطاقة تحضر لمصطفى الصاد المهاجم الذي يهدد مرمى رجاء كثيرا في مباراة اليوم. كان مصدر خطر وميز أداؤه على مدار 30 دقيقة. هذه الكرة من جبرين سيلا والكرة ضربة مرمى للحارس غير مرباح. إمكانية لبلوغ المرمى لرجاء عبر زكريا حدرافي. وصل لمحمد نايري لزكريا يتوغل في منطقة الجزاء. الحكم يقول ما فيها ولا شيء. ضربة مرمى للحارس هشام العلوش. فوق من الطرف الايمن يحاول يتوغل كرة تسدد لكن سهلا. كرة للامام نحو جبريل سيلا. جبريل التدخل والمتابعة في الكرة الثانية وكان بالامكان وانه يكون افضل مما كان من مصطفى الصاد. المتابعة من جبريل سيلا هذه المرة كان تدخل في مكانه في محله في زمانه من النوادي والمنتخبات الوطنية. كرة من مصطفى الصاد. المتابعة من دفاع رجاء. بوزوق من الطرف الايمن. بوزوق ممتاز جدا من بوزوق لحدرف. عابرة لكل الحواجز عابرة لكل المحطات. الرجاء ينجح في بلوغ الهدف. تصبح النتيجة يا سادة 3-1. عمل كبير من واحد من نجوم المباراة يسري بوزوق لزكريا حدرف الذي لم يخطئ وجهة المرمى. تصبح النتيجة 3-1.